الشيخ مقبل من هادي الوادعي في دماج، وقبل دماج قبل 30 سنة لما رحل إليها كانت تعد على أصابع اليد البيوت فيها، وجاء وكان يصلي خلفه 3 فقط. قالوا يا شيخ مقبل ما نصلي خلفك، جماعته قبيلته. لماذا؟ قال لأنك كافر، شيخنا يقول من يضم أنت هو كافر. جاء إلى بلد أو منطقة يعتبرون الذي يضم في الصلاة كافر، ثم بعد ذلك بين الجبال وتفرغ للتدريس التفسير وكتب السنة. فلما علم الله صدقه رحل إليه الناس من كل أنحاء العالم. والله يخبرون الإخوة الثقات أنه جاء له الأمريكان والكنديين، ليس الذين من أصول إسلامية، بل ممن اعتنق الدين كافر، ومن فرنسا ومن غيرها. والشيخ مقبل حتى تعلمون صدق هذا الرجل، الشيخ مقبل رحل عن طريق الترحيل في فتنة جيمان، وهو كان يرد عليهم. لا كان في تلك الأيام يتنقلون يذهبون للدعوة سويا، مجموعة منهم رحل ترحيل. ولما جاء إلى هذه البلاد بعد 30 سنة أخبرني من أثق به أنه فتحت له صالة كبار الزوار في مطار جدة، التي لا تفتح إلا للرؤساء الدول والله وللوزراء. شوفوا كيف بركة العلم يا أخوان. رجل يذهب عن طريق الترحيل مكبل، ثم يعود بأمر من وزير الداخلية أعطاه تأشيرة، لأنه كان ممنوع من الدخول، وكان شديدا على هذه البلاد فترة من الفترات، وهو بشر الشيخ مقبل، لأنه منع بشر مثله مثل بقية ما يصيب البشر. وفتحت له صالة كبار الزوار، وأسكن في أفضل الفنادق، واجتمعنا به هنا في جدة وتدارسنا معه جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. وقال لنا بالحرف الواحد، طلب الأمير نايف مقابلة الشيخ مقبل، فوافق ويقول أول ما دخلت عليه قلت له يا أمير نايف أين الله؟ قال في السماء. قال ها نجحت يا شيخ مقبل. شوف العلماء ما يداهنون، ابن عبد العزيز وزير داخلية ويختبره. قال له أين الله؟ قال له في السماء. قال ها نجحت يا شيخ مقبل. شوف التذلل للعلماء، نجحت يا شيخ مقبل. حتى قال له الشيخ مقبل يقول قلت له سمو الأمير أنا ترى خرجت مظلومة من هذه البلاد. قال له يا شيخ مقبل عفى الله عما سلف، وأنت لك أشرطة تكلمت فينا فيها بظلم، وأنت اليوم من علماءنا، أنت اليوم من العلماء. حتى قال له اختار أي دولة في العالم لا تتعالج فيها من مرض الكبد. فقال له أنا أترك الخيار لك. قال والله دولة الكفر أمريكا هكذا بالحرف الواحد هي أحسن بلد في العلاج، واستقبل في أحسن الفنادق. وهذا والله يا شباب هذا والله من بركة العلم. يقول دعوني الإخوان للانضمام لهم ورفضت، وجاءني التبليغ وقلت لست بحاجة لكم، وكان شديدا على التبليغ وعلى بقية الجماعات. ولو انضم إلى جماعة لما نشر الله السنة. بلد كانت صوفية محترقة وشافعية متعصبة وزيدية يرون الذي يضم في الصلاة كافر، وجارودية اللي هم أقرب إلى الرافضة. ثم بعد ذلك انظر إلى السنة. يخبرني من أثق به أنه في إحدى المزارع قام رجل، قال الشيخ فلان عنده محاضرة، فقام رجل فلاح من أهل اليمن قال لا تحضر له هذا مخرف صوفي فلاح يقول إزاره لنصف الساق. لن تجد مكان جبلا أو واديا إلا وبركات الشيخ مقبل وصلت إليه، وكان من أزهد الناس في المال. والله ينقل عنه جيء له بمبلغ لا أتذكر قرابة 100,000 أو كذا، فأعطاه أحد الطلبة قال وزعه بين الطلاب.